طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. الليلة الاثنين يوم 8/5/2023 الساعة واحدة تقريبا، واحدة إلا دقيقتين. الرسالة بتاعتي دي للسادة النظار والعمد والشيوخ. زمان لما جيتوا بايعتوا المتمرد ده في الغصر وفي معرض الخرطوم الدولي، ووزع للناس عربات لعشرات النظار ولمئات العمد والشيوخ، قريب 2000. كان هو دولة وكان هو السلطة أيام المجلس العسكري، وكان دولة وكان نواياه حسنة وبيتكلم كلام كويس يصالح البلد وصالح تأمين البلد، وإنه البلد يا هدي لهلا ودير ركازات الإدارة الأهلية وكده، وده كلام صح. الآن الوضع ده اتغير. هذا الإنسان هو عسكري ويتمرد على القانون العسكري وعلى القسم اللي هو أقسمه، وأصبح متمرد بحكم القانون. والآن الحرب دي لها 3 أسابيع أو تزيد. وقوفك صامت بس ما مع الجيش بتاع البلد العمر 100 سنة، كله أي قبيلة في ممثلة فيه كان عسكري ولا ضابط، والجيش القومي مع زول تمرد على الجيش. وقوفك صامت خيانة. الليلة ما طلعوا إلا أهلنا في وادي في نهر النيل وفي الشمالية. باقي النظار في الجزيرة وفي الشرق وفي سنار وفي كردفان وفي دارفور ما شفنا منهم شيء. لو ما وقفت مع الجيش هسه معناته انت تمنك بوكسي، معناته كده. وتاني والله ما بتقدر ترفع عينك في الرجال، والله ما تقدر تعايل لراجل في عينه. والرجال في البلد دي هم الجيش السوداني الآن، رجال البلد، لأنه الشعب السوداني وقف وراهم وخلاهم هم شايلين منه فرض العين ده. فرض الكفاية ده بقى فرض عين، بأنه العدو ده خش البلد دي وبقى صايل. ده بقى رجال البلد هم الجيش السوداني ده، وديل الحالفين القسم. انت لو ما طلعت عديل وتكلمت بصفتك انت ناظر ولا انت عمده ولا انت شيخ، وطلعت ناسك وصلت الجيش اللي في محلك، كان دعمتهم ولا ما دعمتهم؟ كان جيت شايل لك بهيمه ولا ما جيت شايل بهيمه؟ انت تطلع تبين موقفك. انت كده وقفت مع البلد، غير كده انت عميل ومتمرد. وتاني والله ما تقدر ترفع راسك في عين راجل، ولا تقدر تعايل لراجل في عينه. والحكايه دي انتهت. انا بكلمك، الناس صبروا 3 أسابيع دي قايلين انه يعني ممكن الدعم السريع يغلب الجيش، بيفهموا كده. ده ترى قلنا ما عساكر. العساكر عارفين المعركه دي حتنتهي لصالح منه. العساكر اللي في الجيش الامريكي ولا في الناتو ولا في روسيا ولا في الصين ولا في مصر ولا في تشاد ولا في جنوب السودان ولا في اثيوبيا ولا في اريتريا ولا في الخليج ولا في اي حته، عارفين يعني شو الجيش السوداني، وعارفين المعركه دي حتنتهي لصالح منه، وانتهت. انا كلمك انتهت. فالليله دي احسن تنستر وتقبى مع الرجال، ما تقبى تباري لك دنيا عشان مال ولا بوكسي ولا شغله زي دي. والله تاني ما تقدروا ترفعوا عينكم وسط الرجال، والله انا اكلمكم. وكلمه برضو للعساكر المتمردين ولقائدهم. والله يكلمك، الغباين اللي ربيتوها وسط العساكر وضباط الصف والضباط والله العظيم ما تعرفوها. ونحن والله شغلنا معاكم بقى آية واحدة بس: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. ما عندنا أي حاجة ثالثة والله. نحن يا ننتصر يا نموت شهداء، ما عندنا والله أي حاجة. وأنت يا تموت فطيصة يا نقبضك، ما في تاني أي حاجة. وهل تربصون بنا إلا إحدى، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. ونحن نسأل الله أو ما في الاثنين عملين، يصيبكم بعذاب من عنده وبأيدينا، ولا نامت أعين الجبناء.